الولا ولا هو محمود كهربا هو الفولت العالي هو. الله اكبر على كهربا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت كل اللي بيشوفنا يدعمنا بلايك واشتراك في القناة فضلا وليس امرا، دعما لحبيبك واخوك سوبر اهلاوي من محبوب كل الاهلاوية وكل جمهور النادي الاهلي. يا ريت كل اللي بيشوفنا يدعمنا بلايك واشتراك في القناة فضلا وليس امرا، دعما لحبيبك واخوك سوبر اهلاوي. ولايكاتكم على الفيديو يا جماعه. الف الف مبروك للنادي الاهلي، الف مبروك لجمهور النادي الاهلي، الف الف مبروك للكابتن محمود كهربا المظلوم، واللي نادينا بيه كتير ان شاء الله ان هو يرجع، وهو رجع وبقى حديث الساعه. وبعد توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى ان انا حاسس ان كهربا ده اتظلم بعد اتحاد الكرة موالس مع الزمالك على كهربا ان هو يغرمه ويوديه للفيفا ويوقفوه. يعني بعد عودة اكتر من سنة وشوية كهربا الحمد لله، ولما بيرجع بيكون حديث الساعة في المجلات والمواقع والسوشيال ميديا وترند. كهربا النهاردة ما شاء الله عليه. ليه؟ حديث الساعة من فرحته، من فرحة جمهور النادي الأهلي وعودته الجامدة جدا في المباراة. هدف أول من أسيست من كهربا لأحمد عبد القادر. الأهلي يفوز على سموحة 3-1 في مباراة أكثر من رائعة، مباراة في روعة، وخصوصا في الشوط الأول الأهلي امتلك كل الامور امتلكها. وعرفت يا هاني يا سليمان دلوقتي ان انت صعب قوي ان انت تستفز النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي. مش هتكسب حاجه يا ابني لما تستفز النادي الاهلي، تخسر كتير لما تستفز النادي الاهلي يا هاني يا سليمان. وطارق مجدي صعبان عليه الاهلي يطلع كسبان 3-0 من فاول لمحمد الضوي كريستو اللي اثبت وجوده النهارده ان شاء الله، وفيما هو قادم هيكون احسن بكتير مع المباريات والتجانس مع اللاعبين ان شاء الله باذن الله. انا حاسس ان هو خامه مبشره ان شاء الله باذن الله. لكن من فاول لكريستو ضربة جزاء على رامي ربيعة، والفار ما تدخلش ونقولنا زي بعض معلش لان احنا كده كده كسبانين. اهم حاجة الاداء والروح العالية ديت تظهر في مباراة يوم السبت ان شاء الله امام الزمالك. الهدف الاول احمد عبد القادر من تمريرة اسيست من محمود عبد المنعم كهربا، والهدف الثاني اسيست من كهربا لحمدي فتحي، والهدف الثالث من حسين الشحات اللي تألق في المباراة وخصوصا في الشوط الأول هو ومحمد هاني وأليو ديانج. عايز أقول كلمة على أليو ديانج، الله أكبر على أليو ديانج، الله أكبر على العين اللي جابت واختارت أليو ديانج للنادي الأهلي. فعلا بجد راجل بمعنى الكلمة، من أداء ورجولة وكل حاجة في الملعب ما شاء الله عليه. هدف الثالث من احسن اهداف الموسم سواء في الدوري او الكاس هو هدف محمود عبد المنعم كهربا المظلوم، كهربا اللي صبر ونال. ده صبر وتوفيق من عند ربنا ان انت تصبر سبحان الله وتعالى على الشتيمة وعلى السب وعلى القصف وعلى الاهانة وعلى كل حاجة، وسبحان الله كرم ربنا وصبره. تصبر تنول صبرك على البلاء اللي انت كنت فيه، والله ربنا كرمك وخلاك بقيت حديث الساعة. وعلى فكرة كهربا مش هيبقى حديث الساعة في مصر بس، ده هيبقى في الصحف والمجلات العالمية وعلى السوشيال ميديا والترند زي ما قلنا. وألف مبروك للنادي الأهلي الفوز الكبير على سموحة 3-1، وكان ممكن تتضاعف وتكبر النتيجة أكتر من كده بكتير. كان ممكن نطلع 5 و6 و7 فايزين كمان لولا هدوء لاعب النادي الاهلي وخصوصا في الشوط الثاني علشان الارهاق. فعلا ما هو انت هتلاعب الزمالك يوم السبت، الزمالك لاعب امبارح والاهلي لاعب النهارده، فرق يوم يا اتحاد كره. المفروض كنت لعبت الفريقين في يوم واحد علشان يلعبوا مع بعض يوم السبت، ولكن اتحاد الكره وظلم اتحاد الكره للنادي الاهلي. ولكن ان شاء الله باذن الله مش هتفرق كتير لان الاهلي حب يريح كتير في الشوط الثاني وريح برضه الحمد لله، وخد المباراه لبر الامان. واللي احنا كنا عايزينه ان احنا نصعد للنهائي كاس مصر، والحمد لله صعدنا، واداء مريح واداء كويس من النادي الاهلي. ونتمنى نفس الاداء ونفس الجديه ديت واكتر شويه ان شاء الله في مباراة يوم السبت اللي جاي امام الزمالك، علشان
نتصدر بأريحية ونروح لكأس العالم للأندية واحنا مرتاحين. بعد كده ان شاء الله يقابل البنك الأهلي، ودمتم على كده. وختاما قبل ما نوصل لكأس العالم للأندية اللي ان شاء الله بإذن الله، كل التوفيق للنادي الأهلي في مباراته القادمة أمام الزمالك ثم البنك الأهلي، وفي البطولة اللي بعد كده الأكثر على العالم أو إعلاميا هي بطولة كأس العالم للأندية. فتوفيقا للنادي الأهلي بإذن الله، وإن شاء الله أداء يفتح النفس. اتكلمنا على معظم اللعيبة وقلنا محمد هاني، حسين الشحات كان متألق، أحمد عبد القادر يعني النهاردة بصراحة عمل ماتش كويس، ولكن الشوط الأول كان فايق قوي قوي قوي، ولكن هو حب يريح شوية الشوط الثاني. وكل التوفيق للي جاي. والاهلي حب، ومارسيل كولر المدير الفني اثبت ان هو الراجل ده دماغ وذكاء، وان شاء الله باذن الله يكون موفق في اللي جاي. وما تستعجلوش في الحكم عليه برضو، لان احنا ان شاء الله بس اهم حاجه كل الدعم لمجلس اداره النادي الاهلي والفريق النادي الاهلي اللي دايما مفرحنا وخلينا كده مزقططين. النهارده الواحد فرحان ومبسوط قوي قوي قوي، يعني مش عارف يقول ايه اكتر من كده على فوز النادي الاهلي والله. وعندنا حاجات كتير عايزين نتكلم فيها، ولكن خير الكلام ما قل ودل. والف الف مبروك للنادي الاهلي على الفوز وعلى الاداء وعلى الرجوله وعلى محمود كهربا وعوده محمود كهربا، اللي انا سمعت خبر دلوقتي حالا ان كهربا طلب من محاميه ان هو يقسط الغرامه لنادي الزمالك، او طلب من الفيفا ان هو يقسط الغرامه عن مده 5 سنوات. وفي الختام ما تنسوش الاشتراك في القناه ولايك على الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.